عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد. إذن اليوم إن شاء الله مع الشطر الثاني من سورة يوسف من الآية 21 إلى الآية 34. نبدأ على بركة الله. الآية الأولى قال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. مضمون الآية: شراء عزيز مصر ليوسف عليه السلام وأمر امرأته بالاعتناء به. الحكم المستفاد: وجوب كفالة الأطفال المتخلى عنهم وإكرامهم. القيمة: رعاية الأطفال والكرم. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مضمون الآية: عناية الله بيوسف عليه السلام وإنعامه عليه بالعلم والتمكين في الأرض. الحكم المستفاد: وجوب اليقين في قدرة الله تعالى ونصره لعباده الصالحين. القيمة: العلم، ثم اليقين في تدبير الله. الآية 22 قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. مضمون: إنعام الله تعالى على يوسف بنعمتي الحكم والعلم لكونه محسنا. الحكم المستفاد: وجوب التحلي بالإحسان لتحصيل العلم والحكمة. القيمة: الحكمة، العلم، الإحسان. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. مضمون: مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام ورفضه لطلبها باستحضاره رقابة الله تعالى ووفاء لسيده. الحكم المستفاد: وجوب التحلي بالعفة والحياء والوفاء لتجنب المعاصي. القيم: العفة، الحياء، الوفاء، الإحسان، الاستعانة بالله. الآية 24 قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المضمون: عناية الله بيوسف عليه السلام بعصمته من الوقوع في الفاحشة. الحكم المستفاد: وجوب التحلي بالإخلاص واستحضار رقابة الله لاجتناب المعاصي. القيم: العفة، الحياء، ثم الإخلاص. الآيات: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. المضمون: هروب يوسف عليه السلام من الفاحشة مع اتهام امرأة عزيز له ودفاع يوسف عن نفسه وتبرئة الشاهد له. حكم مستفاد: وجوب الإدلاء بشهادة الحق والدفاع عن النفس. القيم: الصدق والعدل. الآيات: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. المضمون: تحقق العزيز من صدق يوسف عليه السلام وطلبه من يوسف الستر ومن امرأته الاستغفار. الحكم المستفاد: تحريم إشاعة الفاحشة بين الناس ووجوب التوبة والاستغفار.
القيم، الحياء والتوبة. الآيات: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. المضمون: إشاعة فضيحة مراودة امرأة العزيز ليوسف بين نساء المدينة الساخرين منها ومحاولة تبرير تصرفها بدعوتهن وانبهارهن بجماله. الحكم المستفاد: وجوب الستر وتحريم إشاعة الفاحشة في المجتمع. القيمة: الحياء. قال تعالى: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. المضمون: محاولة امرأة العزيز تبرير تصرفها للنسوة مع تهديدها ليوسف بالسجن وتفضيل يوسف السجن على الفاحشة مع استعانته بالله ليصرف عنه كيد النساء واستجابة الله لدعائه. الحكم المستفاد: وجوب الاستعانة بالله والصبر على الفتن والابتلاءات. القيمة: الصبر، العفة، الحياء، الاستعانة بالله. دمتم في رعاية الله وحفظه.